مشاهدي الكرام، أهلا بكم من العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث انطلقت قبل قليل فعاليات الندوة 48 للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، وسط مشاركة مكثفة من ممثلي الحكومات والأحزاب والهيئات والمنظمات المتضامنة مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، بالإضافة إلى وفد صحراوي رفيع المستوى يتقدمه الوزير الأول بشرى حمودي بيون. الندوة انطلقت هذا العام تحت شعار أوروبا وإفريقيا قارتان موحدتان من أجل الدفاع عن تقرير المصير واستقلال الصحراء الغربية كآخر مستعمرة في إفريقيا. كما نذكر مشاهدينا الكرام بأن هذه الندوة قد شهدت مداخلات العديد من ممثلي الحكومات خاصة في إفريقيا وأوروبا المتضامنة مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، بالإضافة على أن هذين اليومين القادمين سيكونان فيهم الكثير من البرامج المكثفة التي تتحدث عن واقع الصحراء الغربية في المجال الحقوقي والمجال الثروات الطبيعية، بالإضافة إلى رفع تقرير مفصل إلى هذه الحكومات من أجل العمل على كيفية أو خريطة الطريق التي يمكن العمل بها من أجل الرفع من مستوى الدعم لشعب الصحراء الغربية. نحييكم من العاصمة البرتغالية لشبونة.